اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانيا يرحمكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثالثا على حب الحسن والحسين من أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى المشردين عن الأهل والأوطان. السلام عليك يا يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاصرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب ألا أن أعينها كالمعصرات تصب الدم عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا ابويا علي الليل هود وانا وحدي وغريبه وما لي احد. ابويا بمن يا ابويا القلب يغمد بالحسين هالعند يمد وابن والدي العباس ما رد خلصه وهلي الله ولا حد. اسمع شو تقول له ابويا علي يا مغسل الزهره بظلمه الليل ويا الموجب عليها ودمعك يسيل. ابويا اخوي حسين مرمي بغير تغسيل. شنو جرى عليه زينب؟ ابويا بقيت محيره وانده بصوتي واشوف العدا حر
ولكن الأمر والمرجع لله والعاقبة للمتقين. قال الله في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول: يا ربي أن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول الأمين الكريم، تعجيلا لظهور الحجة شمولنا خفي ألطافه. عطروا أنفاسكم مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية المباركة تبين لنا شكوى يقدمها النبي لله تبارك وتعالى حول هجران القرآن. يعني النبي يشكو على أمته. شنو هاي الشكوى فحواها؟ إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. السؤال الأول اللي ينطرح: هذه الشكوى متى تتحقق؟ هل النبي يشكو على أمته أو شكى على أمته في دار الدنيا، أم هذه الشكوى تتحقق في يوم القيامة؟ الجواب: هناك رأيان. الرأي الأول: بعض من المفسرين يعتقد بأن هذه الشكوى قدمها النبي في دار الدنيا. شلون؟ قالوا كل نبي اللي الله بعثه بإعجاز. صحيح لو لا؟ من شروط النبي شنو؟ الإعجاز. هاي المعجزة اللي يجيبها النبي حسب الأمر الغالب في تلك المنطقة. يعني بعبارة أخرى، النبي موسى لما الله بعث إلى بني إسرائيل، شنو كان عندهم بني إسرائيل؟ السحر. مو هيك؟ السحر. هو جاب معجزة ما فوق السحر. ألقى العصا تحولت إلى ثعبان. وأول من آمن به هم السحرة. النبي عيسى بعثه في منطقة الأمر الغالب اللي كان عندهم شنو؟ الطب. لهذا النبي عيسى جاء بمعجزة ما فوق الطب، وهي إحياء الموتى. إلى يومنا هذا علم الطب ما قدر يوصل لهذا القانون أن يحيي الموتى. النبي الأكرم كذلك لما الله بعثه في منطقة الأمر الغالب اللي كان عندهم شنو؟ الفصاحة والبلاغة. العرب فصاحة عندهم. العرب عندهم كلام بليغ فصيح، يتكلمون بفصاحة. من حيث العرب كان عندهم سوق يوم الجمعة يخصصون إلى البلاغة والفصاحة، يسمونه سوق عكاظ. كل من عنده كلام بليغ فصيح يجيبه بهذا السوق، إذا أخذ الرتبة الأولى 7 أيام يعلقونه على الكعبة. الحكم اللي كان بهذا السوق هو الوليد بن المغيرة. الوليد ابن المغيرة هذا أفصح واحد وأبلغ واحد في الجزيرة العربية. يعني إحنا إذا ندور الجزيرة العربية كلها أفصح من هذا ما نلقاه. هو الحكم، هو بهذا السوق، سوق عكاظ، يجتمعون الناس، هذا يحكي كلامه وهذا يحكي كلامه وذاك يحكي كلامه، هو الشخص اللي هذا الكلام أفصح أو أبلغ. نزل القرآن، سمعوا الآيات القرآنية، النبي قال لهم هذا الكلام مو كلامي أنا، كلام الله. قالوا لا احنا ما نقبل هذا الكلام كلام الله، هذا كلامك انت فصيح، انت من العرب والعرب عندهم فصاحة وانت شاعر وجبت لنا هذا الكلام. القرآن قال لهم ماكو اشكال، انتم اذا تقولون هذا الكلام مو كلام الله كلام النبي، قل ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. جيبوا لنا كلام مثل القرآن،
جيبونا كلام الله. ايش سووا؟ اجوا اجتمعوا ودخلوا على الوليد بن المغيرة، قالوا له يا وليد احنا اذا ندور الجزيرة العربية افصح من عندك ما نلقاه. قال لهم زين تردون مني شنو؟ قالوا له عندنا واحد يدعي النبوة، نريد منك تجي تروح تسمع كلامه، تجيب كلام مثل الكلام اللي هو يقوله. قبل اجا ودخل على النبي، من دخل على النبي حياه بتحية العرب. هسه تحية العرب شنو كانت؟ طبت مساء، طبت صباحا، هذا تحية العرب. النبي هم رحب به، قعد التفت له قال له يا ابن أخي. الوليد يقول للنبي يا ابن أخي اقرأ لي من كتابك، اقرأ لي من كتابك. النبي قرأ له هاي الآية، آية 90 من سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سمع الآية قال له يا ابن أخي اقرأ لي مرة ثانية. والله هذا الحكي اللي حكيته ردود احكي عيده. النبي قرأ له بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال له يا ابن أخي اقرأ لي مرة ثالثة. والله ردود، هذا الحكي ردود يقوله. النبي قرأ له بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الوليد كان قاعد اسمعني، ضرب ايديه على الارض وقام من يم النبي وطلع برا. قريش برا كانوا يتانونه، اجوا له قالوا له يا وليد ما اسرع الخروج، بسرعه طلعت، احنا وديناك تحتاج عليه، يعني انت قدرت بهالسرعه هاي بهذا الوقت القليل تحتاج عليه؟ تجيب كلام مثل الكلام اللي هو يقوله؟ جاوبهم هالكلمه، اسمعها. قال لهم في كلامه حلاوه وعليه طلاوه وان اعلاه لمثمر واسفله لمغدق وانه يعلى ولا يعلى عليه. هذا الكلام اللي أنا سمعته يعلى ولا يعلى عليه. قالوا له وعجبا احنا وديناك تحتاج عليه بس الظاهر هو اللي محتاج عليه. راد يسكتهم قال لهم ما هو بكلام بشر إنما سحر يؤثر. هو بروحه يدري حتى الساحر ما يقدر يجيب هذا الكلام، بس راد يسكتهم على قد عقولهم حكاها. قال لهم ما هو بكلام بشر إنما سحر يؤثر. زين هنا النبي سمع بأن قريش وصلوا إلى يقين اللي هذا الكلام كلام الله، حتى الحكم مالهم هم ما قدر يجيب مثل القرآن، لكن ما آمنوا بالنبي. هنا النبي دعا على قومه قال وقال الرسول يا ربي أن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قالوا هاي الشكوى النبي يقدمها يوم القيامة. يعني يا ناس يا مؤمنين يوم القيامة عندنا موقف النبي يوقف ويشكو على أمته حول هجران القرآن. زين السؤال اللي ينطرح هنا إذا هاي الشكوى النبي يقدمها يوم القيامة كان ليش الآية قالت وقال الرسول يا ربي؟ قال شنو من فعل؟ ماضي ولا مضارع؟ ماضي. أحسنتم، ماضي ما مضى أجله. زين القيامة في المستقبل صحيح لو لا؟ المفروض الآية شو تقول؟ ويقول أو سوف يقول. بس الآية شنو قالت؟ قال. اجوا المفسرين قالوا ماكو اشكال، لان احنا عندنا قاعده في كلام العرب اذا الفعل
بالمستقبل يتحقق وهو حتمي الوقوع يأتي بالفعل الماضي ولا إشكال فيه. يعني مثلا النفخ في الصور متى يقع؟ في قبل القيامة، من مقدمات القيامة، يعني بالمستقبل. بس الآية شنو قالت؟ نفخ في بالفعل الماضي اجى. ليش؟ لأن كونا هذا الفعل حتما يقع في المستقبل، اجى بالفعل الماضي. هنا هم الآية قالت وقال الرسول، تريد تقول بأنه حتما يوم القيامة يوقف النبي ويشكو على أمته حول هجران القرآن. هسه السؤال الثاني اللي ينطرح، شلون هجران القرآن يتحقق؟ متى الإنسان يهجر القرآن؟ احنا لازم ندري شلون نهجر القرآن حتى نتجنب هذا الموضوع، نتجنب هجران القرآن. هجران القرآن يعني ترك القرآن. مرة هجران القرآن يتحقق من خلال عدم قراءة الآيات، عدم قراءة القرآن. أنا إذا ما قرأت القرآن هجرت لو ما هجرته؟ هجرته. لقد ورد في الحديث الشريف من قرأ في كل يوم 50 آية من القرآن لم يعد من الغافلين. لكن مع كل الأسف إحنا الآن بمجتمعاتنا الدينية هجرنا لو ما هجرنا. بينك ما بين الله. عندنا قراءة. إحنا الآن صار استعمالنا للقرآن تدرون يمتى؟ إذا إجا شهر رمضان فتحنا القرآن، وإذا خلص شهر رمضان سدينا القرآن خليناه بكتر. إذا صارت فاتحة لا سامح الله فتحنا القرآن، خلصت الفاتحة خلينا بكتر. يعني بعبارة أخرى تدرون استعمالنا للقرآن شلون صار؟ كأنما الله أنزله للأموات، لكن الله نزله للأموات وللأحياء. عشان ليش إحنا استعمالنا بس للأموات؟ إذا أنا استعملت القرآن بس للأموات مو لنفسي مو للأحياء، هجرت لو ما هجرته؟ لقد ورد في الحديث الشريف إن الشاب إذا قرأ القرآن اختلط بدمه ولحمه، ومن يختلط القرآن بدمه ولحمه لا تمسه النار أبدا. إذن الإنسان هسه البعض يقول أنا ما أقدر أقرأ القرآن، ماكو إشكال، ما تقدر تقرأ القرآن خو تقدر تعاين. إحنا عندنا بالحديث النظر إلى القرآن شنو؟ عبادة. هسه خل أقول كلمة بس أرجوكم هاي الكلمة سمعوها دققوا بيها. إحنا عندنا 2 روايات، رواية الأولى تقول النظر إلى القرآن عبادة، وعندنا رواية ثانية تقول النظر إلى المعصوم هم عبادة. هسه إحنا المعصوم موجود يمنا حتى نعاين له؟ ما موجود، يعني هو موجود بس غائب عن الأنظار. القرآن موجود. إذا كان النظر إلى القرآن عبادة والنظر إلى المعصوم هم عبادة، النبي شنو عبر عن القرآن والمعصوم؟ قال إنهما لن يفترقا. افتراق بين القرآن والعترة يصير لو ما يصير؟ ما يصير. زين إذا إنهما لن يفترقا، المعصوم ما نقدر نشوفه، القرآن نقدر نشوفه، وإنهما لن يفترقا، يعني يا مكان إذا وجد القرآن وجدت العترة، وجد المعصوم. إذا حسب هذا المعنى إذن النظر إلى القرآن كالنظر إلى المعصوم. عايد الآيات، افتح القرآن عايد كأنما تنظر، هذا نور كله نور، بس هاي الحقائق مكشوفة عنا ترى. زين، إذن هجران القرآن يتحقق من خلال عدم قراءة الآيات، هذا القسم الأول. القسم الثاني هجران القرآن يتحقق من خلال عدم تطبيق الآيات. إذا أنا ما طبقت الآيات القرآنية هجرت لو ما هجرته؟ هجرته. يعني مثلا القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. تشوف البعض يقرأ الآية وخوش يقرأها بصوت حزين جميل، لكن تجي إلى الأرض الواقعة تشوفه يأكل الربا.
القرآن الكريم يقول واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. قول الزور يعني شنو؟ أبو بصير من خلص أصحاب الإمام الباقر والصادق يسأل الإمام يقول له سيدي شنو الدليل على أنه الغنى حرام؟ هواي هم ناس يسألون هذا السؤال ترى، يقول لك شنو الدليل؟ القرآن ما حرم الغنى، شنو الدليل على أن الغنى حرام؟ الإمام قال له واجتنبوا قول الزور يعني استماع الغنى. قاعد يقول اجتنبوا. الشباب يسألونك يقولوا لك شنو الدليل على أن استماع الغنى حرام؟ قل له هاي الآية. وأنا ما أفتهم أكثر من الإمام الصادق، الإمام الصادق يقول اجتنبوا قول الزور يعني استماع الغنى. زين، الأمر الثالث من ضمن الأمور اللي القرآن أمرنا بها وأنا إذا اتجنبتها هجرت القرآن، الولاية. إذا اتجنبت عن الولاية وما قبلت الولاية هجرت القرآن لو ما هجرته؟ هجرت القرآن. هسه تقولي وين القرآن أمرنا بالولاية؟ بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله. والله أرجوك لحظة دقق وياي. إنما في اللغة العربية تفيد الحصر، مو هيك؟ الحصر. الله يقول لك أيها الإنسان أيها المؤمن الولاية 3 أقسام: ولاية الله، ولاية الرسول، وولاية المعصوم. هسه أنت إذا رحت لله وخذيت الولاية الأولى والولاية الثانية يقبلها منك؟ يعني واقعا إخواني أنا أريدك تدقق بهالكلمة هاي. الجماعة اللي نكروا ولاية آل البيت اللي يقول لك أنا ما أقبل ولايتهم، زين ماكو إشكال، بس أنت إذا ما تقبل ولايتهم يعني عندك الولاية الأولى والولاية الثانية. إذا رحت لله الله ما يقبلها منك. ليش؟ لأن الله قال لك أنا ما طلبت من عندك ولايتين، طلبت من عندك 3. هسه أنت إذا أجيتني بالولاية الأولى والثانية ما مرفوض. ليش؟ لأن قال إنما أريد من عندك 3 مو 2. هو بكيفي لو بكيف الله؟ إذا بكيف الله يريد 3 ولايات. بعد أنا إذا رحت ليوم القيامة وما أخذ وياي ولايتين يقول لي هذا دربك للنار. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون ويؤتون. والله جيب لي واحد غير علي بن أبي طالب. اكو واحد تصدق بالخاتم الصلاة؟ لا. يجي يقول لك شلون علي بن ابي طالب اذا دخل الى الصلاة فكره بس يم الله وطب الفقير وشافه وانطاء الخاتم، هذا ما في اشكال اخواني، لانه اعطاء الصدقة عبادة، اعطاء الزكاة عبادة، والصلاة عبادة، عبادة في عبادة. إذن الولاية شرط. الولاية شرط. يكون عندك ولاية. هسه البعض ما فهم معنى الولاية شنو. الآية قالت الذين يقيمون إخواني يقيمون الصلاة مو يعني يوقف يصلي، لا، يعني جعل الصلاة قائمة إلى يوم القيامة. إحنا عندنا إقامة الصلاة وعندنا أداء الصلاة. اللي جاي نسوي يومية إحنا شنو هو؟ أداء الصلاة. إقامة الصلاة شنو؟ يعني يجي واحد يخلي الصلاة قائمة إلى يوم القيامة مثل الحسين. الحسين خلى الصلاة قائمة، والله لو ما قضية الحسين كان إحنا صلاة ما وصلت لنا، كان صلاة ما عندنا هنا. يجي واحد بهاي الأيام للإمام زين العابدين من بعد ما وصلوا إلى المدينة قال له أبيك المنتصر أم يزيد؟ قال له قاعد يم الإمام كان محدثه بالأحكام الشرعية إلى أن أذن. قال له اسمع. إيش جاي تسمع؟ قال له اسمع الأذان. قال له نعم اسمع حتى تعلم من هو المنتصر. يعني جعل الصلاة قائمة.
وبذل ما بذل في هذا السبيل الحسين. لما ترجع الضعينة ويلتقي الإمام زين العابدين ويا عمه، يقول قام يسولف له: يا عم قتل أبي، قتل عمي، قتل علي الأكبر، قتل القاسم، بهالصورة طببونا للكوفة. يقولون بهالأثناء بين الإمام ما يكلمه ويبكي محمد بن الحنفية، اجت مرة وقفت بالباب، قامت تعاين الوجه محمد بن الحنفية. تدري ليش؟ لأنه من شافت محمد بن الحنفية، محمد أخو الحسين ينطي ملامح الحسين، فهي من شافت محمد تذكرت الحسين وقامت تعاين له. يقولون لحظة والتفت محمد للإمام قال له: أنتم يا ابن أخي من طلعتم من كربلاء للكوفة، من الكوفة للشام، من الشام لكربلاء، من كربلاء للمدينة، بطريقكم جبتوا وياكم مرة أجنبية؟ جبتوا وياكم مرة غريبة؟ قال له: لا والله. قال له: بس هاي المرة اللي موقفة بالباب قلها خل تطلع، لا يحق لها أن تدخل في بيوتنا. ما عرفتها يا هاي. يقول التفت الإمام زين العابدين ثم نظر إليها تالي قال له: عم ما عرفت هاي المرة يا هي؟ قال له: لا والله. قال له: يا عم هذه عمتي زينب. يقولون لطم على راسه. اجالها: صح هاي زينب الهاشمية؟ قالت له: لا يا ابو جاسم لا تقول هاشمية، بل قل هذه زينب المسبية. قالها: عندي طلب يمك. تفضل ابو جاسم. قال لها: اريد منك تصيحي لي بكلمة الخوية، هاي الكلمة حلوة من لسانك يا زينب، لكن اسمع شو تقول له: باسمك راح اقول لك من اليوم وفات محمد يا شريدة هلي اخواني، عفتها على النهر كلمة الخوة وجيت وبعد حرمة يا ابو جاسم، مو معناها مو قدها يا ابو جاسم، لجن مثل عباس وين القى اخو ثاني، الدهار يمرد بقلبي وانا عدله، وخلي يحسب محمد وانا عدله، وانا عدله، ماتوا كل اخوتي وانا عدله، حمدوني شلون ظلت نفس بي. ودارت وجهها لكربلاء، اكو عيون ما دمعت بالمجلس. بالله اسمع هالابيات هاي: صحت اسولف ضيم قلبي واشرح آلامه، وخافا من اسولف تهبط الهامه، اجا واحد يريد سكينه خدامه، خويا اسولف لو بعد كافي، لو اقول لك ايش سوى الصوت مجتافي، لو اقول لك الهسه يابس شفافي، لو اقول لك بعد زينب ايش ألمها. شنو ألمت زينب؟ شنو اللي أذاك؟ قالت لاخويا اللي ألمني لما طلعت للحسين، صحت اخي حسين نور عيني حسين، ما سمعت جواب. زين ايش سويت يا زينب؟ قالت له: خليت ايدي على راسي ودرت بوجهي الى ناحية المدينة، واول ما وجهت عتاب الرسول الله يا جدي ما اتمحد وقف دونه، ولا نغار غمض له عيونه، يعالج بالشمس من خطب لونه، ولا واحد بحلقه ما يقطع. ما سمعت جواب. يقول دارت وجهها لبني هاشم، وينهم سادة المجلس؟ هذا البيت السادة يبكون بيه واحنا نبكي وياهم. ها اسمع ايش صاحت زينب: صاحت هنا يا هلي لحقوا علي، يا اخوة فاطمة خذوني سبي، احنا لو اجاكم خبر عني بيكم لا يرد ويخيب ظني، اخذوا اثر دربي ونشدوا عني. أحشي
السلف والقلب لهفان وادور لاخوي حسين دفان يا آل هاشم يا آل عدنان ترى حسين الشريد انذبح. إلهنا سيدنا مولانا بالحسين الوجيه شافي مرضانا ارحم موتانا ثبتنا على ولاية مولانا يا الله. المؤسسون تقبل عملهم يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج يا الله. ترحموا على موتاكم موتى المؤسسين الجالسين بالمباركة. الفاتحة مع الصلوات. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على أولياء الله وأصفيائهم. السلام على أمناء الله وأحبائهم. السلام على أنصار الله وخلفائهم. السلام على محال معرفة الله. السلام على مساكن ذكر الله. السلام على مظهر أمر الله ونهيه. السلام على الدعاة إلى الله. السلام على المستقرين في مرضاة الله. السلام على المخلصين في طاعة الله. السلام على الأدلاء على الله. السلام على الذين من والاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد عاد الله ومن عرفهم فقد عرف الله ومن جهلهم فقد جهل الله ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله عز وجل. وأشهد الله أني سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم مؤمن بسركم وعلى نيتكم مفوض في ذلك كله إليكم. لعن الله عدو آل محمد من الجن والإنس وأبرأوا إلى الله منهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الميامين الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على